وكيف ما قلت لكم في الاول ديال هذا الفيديو، هذه الاسئله الاغلبيه ديالها تعودت من مترشح الى اخر. السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير ونتمنى تكونوا بصحه جيده، ومرحبا بكم في فيديو جديد. بزاف ديال المترشحين اللي دوزوا الامتحان الشفوي ديال مباراه الشرطه في الايام السابقه تواصلوا معايا في الانستغرام وكيعاودوا لي على الاحوال والاجواء اللي دازت معاهم في الشفوي، والحمد لله دازت الامور ديالهم كلها على خير. ومن خلال التواصل ديالي معاهم جبت لكم بعض الاسئله اللي طرحت عليهم في الشفوي. نعم، جمعت لكم بعض الاسئله اللي طرحت على المترشحين في الاختبار الشفوي، وللاشاره هذه الاسئله ديال الاغلبيه ديالها تعودات. هادشي علاش جمعتها لكم في هذا الفيديو باش تعرفوا كيفاش كتطرح الاسئله وتكون عندكم فكره. ولكن راه ما جبتش لكم غير الاسئله بوحدها، راه جبت لكم حتى الاجوبه. نعم، كل سؤال بالجواب ديالو، باش هكا تكون الاستفاده اكثر وبلا ما تمشيو تقلبوا على الاجوبه. ولكن قبل ما نبداو الفيديو ديالنا، الا كنتي اول مره كتشوف قناه رتمي ما تنساش دير لايك وتشترك في القناه الا كنتي مازال ما اشتركتيش، وتفعل الجرس باش يوصلك اي فيديو جديد. ويلا نبداو على بركه الله. ما هي شدة الصوت؟ الديسيبل. متى تم إطلاق موقع تويتر؟ تم إطلاق موقع تويتر في شهر يوليو عام 2006 من قبل جاك دورسي ونوح غالاس ويزستون وإيفان ويليامز، ولكن تم تأسيسه من قبل في مارس من نفس العام. يعني إلا سولك قال لك وقتاش تم الإطلاق ديالو غادي تجاوبه وتقول له يوليو عام 2006. إلا قال لك وقتاش تم التأسيس ديالو غادي تقول له في مارس في 2006. ما هو النبي الذي ألقاه قومه في النار؟ النبي الذي ألقاه قومه في النار هو سيدنا إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء. متى نزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر. ما هي السلطة الرابعة؟ يطلق مصطلح السلطة الرابعة على وسائل الإعلام عموما وعلى الصحافة بشكل خاص. ما هو أذكى حيوان بحري؟ الأخطبوط. ما هي المدة الصلاحية للبطاقة الوطنية؟ 10 سنوات. من هو مؤلف النشيد الوطني؟ علي الصقلي الحسيني. ما هي الدولة العربية التي لم تتعرض للاحتلال؟ السعودية. ما هي الدولة العربية التي قامت باحتلالها العراق في حرب الخليج؟ الكويت. حارس مرمى سابق أصبح جنرال للدرك الملكي من هو؟ حسني بن سليمان. ما معنى عجز الميزانية؟ هو الرصيد السالب للميزانية العامة للدولة. ما هي عاصمة الضباب؟ لندن. بماذا تقاس سرعة السفن؟ بالعقدة. كم هي عدد جهات المغرب؟ 12 جهة. من هو والي بنك المغرب؟ عبد اللطيف الجواهري. كم عدد قارات العالم؟ عددها 7 وهي آسيا، إفريقيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، القارة القطبية الجنوبية، أوروبا وأستراليا. اذا خوتي خواتاتي، كانت هذه الاسئله اللي طرحت على المترشحين في الايام السابقه بالنسبه للاختبار الشفوي. وكيف ما قلت لكم في الاول ديال هذا الفيديو، هذه الاسئله الاغلبيه ديالها تعودت من مترشح الى اخر، ومازال ان شاء الله غادي نزيدكم اسئله اخرى. واللي دوز ما كرهش يدوز عندي الانستغرام ويعطينا حتى هو الاسئله اللي طرحت عليه باش هكا نفيدوا الناس اللي مازال ما دوزات. وما تنساوش راه عندي في القناه شي 3 ديال الفيديوهات فيهم اكثر من 60 سؤال بالنسبه للاسئله اللي طرحت على المترشحين في السنوات السابقه بالنسبه للاختبار الشفوي. غادي نخلي لكم الروابط ديالهم في الوصف الا بغيتوا تشوفوهم. وبهكا نكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو ديالنا. الا استفدتي من الفيديو ما تنساش دير لايك وتشترك في القناه الا كنتي مازال ما اشتركتيش، وتفعل الجرس باش يوصلك اي فيديو جديد. والا عندك اي سؤال كتبوا لي في التعاليق وانا غادي نجاوبكم ان شاء الله. كنتمنى لكم التوفيق، تهلاو لي في راسكم ونتلاقاو في فيديو جديد.